ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى الاكلات الشتويه الجامده جدا. بصوا، بطريقه سهله وبسيطه وبدون اي مجهود، وكمان هقول لكم على البدايل اللي ممكن نستعملها في الوصفه دي. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. انا عندي ده نص كيلو من اللحمه. المفروض ان هي تكون لحمة حمراء، بس هي لو فيها يعني نسبة دهون بسيطة مفيش مشكلة. دي عندي قطعة من صدر الفراخ، وممكن استعمل الكمية كلها فراخ. عندي بقى شوية من الخضار كده، كزبرة وبقدونس وشبت، وعندي ده قرن فلفل، بصلاية متوسطة، وكام فص من الثوم. دول شوية توابل اللي هي كزبرة وكزبرة ناشفة، وشوية من الكمون والفلفل الاسود، الملح طبعا. عندي الكبة، ما عندناش الكبة مش هنقف على حاجة ابدا، هنستعمل الهون بتاع التوم العادي. هنا بقى هبتدي ان انا الاول افرم الفراخ بتاعتي. طيب انا ايد الهون مش هتفرم لي الفراخ، هفرمها في مفرمة اللي هي التوابل بتاعت الخلاط نفسها الاول، وبعد كده هعمل كل الخطوات في الهون عادي. بعد ما فرمت بقى الفراخ بتاعتي هنزل عليها باللحمة عشان اديهم الاتنين ضربة كده مع بعض في الكبة. هنزل عليهم بقى بالثوم بتاعي والملح المظبوط. هديهم بقى ضربة مع بعض كده عشان يتماسكوا مع بعض ويدوني النتيجة المطلوبة اللي انا عايزاها. الخطوة دي يا جماعة في الكبيبة مهمة جدا، طبعا دي اللي هي الكبيبة الغمراوي. تمام كده. بعد بقى ما خلطتهم مع بعض زي ما احنا شايفين شكل اللحمة مع الفراخ مسكت في بعضها ازاي يا جماعة. ده طبعا كان فص توم كده ما اتفرمش معايا فشيلته عادي. هشيل بقى اللحمة بتاعتي من الكبة. طبعا انا قلت لو ما فيش كبة هنعمل الخطوة دي في الهون، هندقها مع بعضها عادي جدا. مكان الكبة بعد ما هشيل اللحمة هنزل ببقية المكونات بتاعتي، اللي هي عبارة بقى عن البصلة، قرن الفلفل، وشوية الخضار بتوعي، كزبرة وبقدونس وشبت. هديهم فرمة سريعة بس كده، انا مش عايزاهم ينزلوا ميتهم ابدا، وعايزاهم كمان يبانوا معايا في الكبيبة بتاعتي. بعد ما فرمتهم الفرمة دي هحط معاها قطعة من اللحمة كده، اللي هي ايه، هلم بس الخضار بيها كده مش اكتر. شايفين اهي. ممكن يكون للحمة دي بديل يا جماعة الفراخ بس، او القوانص بتاعة الفراخ. انا ممكن استعمل القوانص افرمها وتكون بديل للحمة وهتديني نفس النتيجة، ومش هتبان ابدا ان هي قوانص، هتحسوا ان هي لحمة. تمام كده. بعد ما خلصت بقى الخضار واللحمة بتاعتي، انا عندي كمية الرز قد كمية اللحوم مرتين اتنين. يعني انا كان عندي كيلو الا ربع اللحمة والفراخ مع بعض، في هحط كيلو ونص من الرز. هفرمه بس فرمة سريعة كده، هديله ضربة بسيطة كده. وبرده لو مفيش كبة هنعمل الخطوة دي في الهون عادي، هندقها دقة سريعة كده. شايفين شكله؟ تحس ان هو الرز اتكسر معايا كده. بعد ما عملت الكمية بقى كلها، احط التوابل بتاعتي اللي هي فلفل اسود وكمون وكزبرة، وطبعا انا حطيت الملح في اللحمة قبل كده، الملح المظبوط. عندي بقى حلة حطيت فيها جزرة على قرن فلفل على بصل، ورميت فيها كده كام ورقة من اللورة، ولو في قرفة حبة عيدان تديني طعم حلو جدا. هخلط بقى المكونات كلها مع بعضها، لما بصوا يعني لازم تديني زي العجينة كده. طبعا انا نسيت اعلق ان انا حطيت نص معلقة كبيرة من الكربوناتو اللي هو كربونات الطعمية. بعد بقى طبعا ما اتلمت معايا كده، ممكن اسيبها ترتاح شوية في التلاجة، ولو ما ريحتهاش انا ممكن اشكلها في نفس الوقت وبرضو اسيبها بعد كده ترتاح في التلاجة عادي. انا اعملها بقى عندي كده زي قرص الطعمية كده، بس هتبقى رفيعة قوي عشان تبقى في التسوية بتاعتي تبقى طرية وهشة وجميلة، ما تبقاش تخينة مني كده، مش هنحبها خالص. شايفين سمكها؟ السمك ده حلو جدا اهو. بكورها وابتدي اضغط عليها عشان تطلع مني مدورة زي ما احنا شايفين. انا ممكن برضو اصبحها واعملها صوابع طويلة، يعني التشكيل بقى بتاعي مش هقف على حاجة، زي ما احب هعمل. ما بتاخدش وقت ابدا، وانا يا دوبك بس بدهن ايدي نقطة زيت بسيطة جدا عشان ما تلزقش معايا. انا بقى بقيت الكمية صبعتها زي ما احنا شايفين عشان هتبقى
يعني زيادة عليا. وده طبعا جمال الوصفة دي في ان انتوا ممكن يعني بأقل كمية لحوم بنعمل منها وجبتين 3. الكمية دي انا هحطها في كيس زي ما احنا شفنا، وهحطها في الفريزر، لما احتاجها هطلعها احط عليها الشوربة وبس. بصوا بتاخد كمية شوربة ما تخافوش منها ابدا. عايزة اقول لكم ان انا حطيت كمان عليها شوربة في نص التسوية. لما استوت معايا بقى كويس جدا ابتديت اطلعها، يعني انا بشوفها محتاجة تسوية بحط لها شوربة، ما بخافش منها ابدا. شايفين الجمال يا جماعة والريحة والطعم؟ عايزة اقول لكم كان طعمها وشكلها وريحتها حكاية. يا ريت بقى تجربوا الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم مننا كل جديد.